اسمي هافالي جوان قريفاتي. اسم الحركي نايف خليل عبيد. المواليد 1987 مواليدي، من قرية قريفاتي. احنا 7 أخوة، أنا الثاني. درست الصف السادس، وبعد ما درست تركت المدرسة. كان وضع أهلي المادي شوي، كنت أشتغل فلاح أسقي حنطة. حتى المدرسة إذا ظل لي فكر بالمدرسة ما درست، يعذبونا بالمدرسة، يضربونا، ما يخلونا نتعلم الدراسة. حتى هسه عندي ضعف بالتعليم، حتى ما درست. تقريبا بلي 11 سنة أنا طلعت من الصف السادس، قضيتها كلها تعب، شغل كل شيء، أعمال حرة. إذا شمينتو نشيل شمينتو، إذا بدنا نشيل حنطة نشيل حنطة، نشيل تبين نسقي حنطة. وبهذه الشغلات الزراعة وما الزراعة، طش بصل، طش بندورة. من هالشيء هاجرنا أنا وأخواتي قبل سنين، هاجرنا على درعا من ضعف المادي بالبيت، ما نقدر على المعاش، إنه لا عندنا موظف، لا عندنا شيء معين نشيل هالعيلة هذه. ورحنا أنا وأخواتي، خواتي 4 وأنا معاهن رحت. كانوا أخواني بعض منهم كانوا عساكر قديم، وأنا كنت لسه ماني رايح عسكري، لسه أنا صغير عمري 11 سنة. ورحت على درعا نشتغل بأعمال الخضرة وما الخضرة. هن يشتغلوا عمال وأنا أشتغل معهن على يدهن. يوميتنا كان أيامها يوميتنا 40 ليرة. هم ذهنيتهم السلطوية قبل ضغطة على أجدادنا قبل شغل، يقول الحيطان تسمع. هم قبل ضاغطين على هالشيء هذا، على أبهانه وأجدادنا من هالشيء هذا، وشايفين ضغط، وشايفين قبل منهم تعذيب حتى احنا ما شفناه قبل. اقول لي ابويا يقول بدك تخدم عسكريه، ويجون قبل يبعثون مهمات، هذا انت بدك تمشي عسكري، بدك. بلقوا شلون امشي عسكري؟ ما اروح على العسكري. قال يا وليدي مو شغل يا ابني، مو شغل انك تروح على العسكريه. شنو قسم عنك؟ ما هذا يسجنونك او يضغطونك او يذبحونك او يضغطون علينا، يرحلونا من الضيعه بنوب او ينهونا خالص. هم كان عندهم القمح هذا قامعين على اجدادنا، قامعين على ابائنا من هالشيء هذا. شايفين الرعب، احنا من ابانا شلنا هالرعب هذا. بدنا نمشي بهالشيء هذا. مشينا، مشيت عسكري وخدمت عسكريه، حتى ما ودونا على التدريب، نتدرب رياضه وما رياضه، وركض ما ركض. حتى كنا نشوف منهم تعذيب، حتى كانوا يشتفوني ويضربوني. انا واحد من الناس كانوا يشتفوني بالرياضه، بعض ما اقدر، هذا امكانيتي اني ما اقدر. يمكن اقدر اركض 500 متر، بعد ال 500 متر ما اقدر، هذا استطاعي. شو يسوون هم؟ يضربونا تحت التعذيب، كرابيج وما كرباج، ما يرحمون حدا، لا يرحمون لا كبير. كثير من الناس راحت انفقدت لليوم هذا وما بينت. حتى ابن عمتي اني من الغامشتي لليوم هو شكل فرار، انهزم من التعذيب، انهزم. حتى لليوم ما نعرف عنه شيء. عمتي حتى الان تدور له ما تلقيه. عندهم تعذيب لا رحمه ولا وجدان. كنا شايلين خوف بقلوبنا انه يجي النظام ويستلم النوب، مثلا يقضي المناطق هذه او يرجع علينا. كنا راح شيء ينتقم، راح ينتقم منه، راح كل شيء بهالمنطقه هذه. كانوا ينتقموا من نص الشعب السوري مات تحت السجون عندهم، من عمار ابانا 70 و80 90 سنه بالسجون. ما يعرفون شيء بالحياه، صاير بالدنيا، صاير منه طيب منه ميت، ما يعرفون شيء. انا وين احنا كنا. انا واحد من الناس والله العظيم كنت قافت قلبي انه بكره اذا يرجع ينتقم مني، يذبحني اني واخواني. خلصت العسكريه اجباري، هن تقريبا خدمت ايامها بال 2006 اني رحت عسكري 2 سنين. خلصت السنه قسم عني، ما اقدر احكي. اذا احكي خلاص لا وجود، لا لك وجود بالحياه. والا الشيء هذا خلص لنا 2 سنين، تسرحت وجيت البيت. اشتغلنا، رجعت من العسكريه. قلت قبل كنا عتال وعمال مع خواتي بدرعا، ورجعت عتال. قضبت شنقلي، احنا تقولوا شنقل، قضبت الشنقل وقمت اعتل. تعرفنا جو الرفاق على المنطقه، اخذوا المنطقه، كانوا بارهابيين هنا، وخذوا وحاربوا الارهاب ومشطوا هالمناطق هذه كلها. وقت شفنا رفيقات وشفنا رفاق مع الرفاق. وقت شفنا رفاق كل واحد قضبته الشيمه، النخوه قضبته. اقول اذا رفيقاتنا بنات
يقعد يحاربوا، ليش احنا ما نحارب؟ شنو قاعدتنا احنا؟ حتى أنا قلنا خواتنا كنا تطوعا مع الرفيقات كذا، تطوعنا من جيل على الضيعه، ما ظل حدا بالضيعه كلها تطوعت، كلها مع الرفاق راحت. لا في مشينا كنا ندافع عن عرضنا وعن شرفنا اللي هالشيء هذا، كنا مشان نظل مع الرفاق ونظل نساند الرفاق بهالشيء، مشان اي عدو يجينا ندافع عن عرضنا وشرفنا. حرروا مناطق جزعه ما جزعه، الهول ما الهول، هالمناطق هاي كلها حرروها. واحد من الناس انا قضبتني النخوه، وانا طلبت التطويع وقلت اروح مع الرفاق، طوعت مع الرفاق ورحت حملات مع الرفاق. وقت ان رحت على الدوره كانوا رفاق، يعني اول شيء عرفت بي رفيقات كانوا بالجبهه بالامام، كانوا بالحملات كلها يدانا، بس ما شفت انه وقت سويت دوره كانوا برفاق كانوا يسوون تدريب ويعلمونا الفكر ويعلمونا شلون نحرر. بكره يجينا العدو يجي على بيتنا، بدك شلون تدافع عن نفسك، تدافع عن عرضك، تدافع عن هالشعب هذا من هالشيء هذا. تعلمت هالشيء هذا. بعدين طلبت عاداني، قلت بدي اروح على الجبهه. انا طلبت انتسبت بطابور الشهيد روهات. اول حمله خذونا من الهول، خذونا الرفاق حمله على الطبقه على السويديه. رحنا على السويديه هناك وصار معنا اشتبكنا احنا و11. كانوا يجونا مفخخات ويجونا ماطورات يضربونا، كنا احنا نحاربهم. ضلينا فتره يمكن 10 15 يوم احنا حمله جروبات، 14 15 يوم كلها اشتباكات. بعدين تغيرت الجروبات، اجينا على نقاطنا، وصلنا نقاطنا بدل الجروبات، راح جروب النوب مش حمله. بعدين ضلينا عاد استلمنا مكاننا، ضلينا بالهول، ضلينا مستلمين مقابل، هم بيعادوا قدامنا احنا خط الجبهه. ضلينا حتى ما هم بنفس المكان اجتني حمله، صار تحرير الرقه. رحت على تحرير الرقه، رحنا على حمله الرقه، مشينا وصلنا اول الرقه، فتنا باول الرقه، وصلنا المساء حكوا لنا الرفاق، قالوا لنا قال الرفاق ديروا بالكم، راح تقضبوا المواقع نقاط. وفتنا على الرقه، وصلنا، كانوا معانا الرفاق، وزعونا الرفاق، كنا تقريبا 300 واحد يعني، هذا الجروب تبع الحمله 300 واحد، وزعونا جروبات، وزعونا كل 7 على منطقه، هم يرجعوا واحنا نستلم. احنا ما بدلنا، احنا تقدمنا، قالوا تقدموا قدام المكان المشط. وقت وصلنا المكان هناك ما كان في شيء، في بنايه فوقنا، قال البنايه هذه تفوتون، كانوا معانا توقي رفاق 3 قناصه يمشطونها، وبعدين احنا نفوت. فتوا الرفيقين يقعدوا يركضوا، طق لغم. وقت طق اللغم انا ما عاد اسمع بذاني، اذني ما عاد اسمع، لحتى الان انا اذني اليسار هاي توجعني من اللغم. وقت وقعوا الرفيقين انصابوا بالارض، هم البلوغ قومتان والطاقم اثنيناتهم هم اللي وقعوا، كانوا قدامنا. ظلينا احنا ما نعرف، وقت ضربنا اللقمه ما نعرف، ما عاد نسمع شو صار. الرفاق 3 معنا التوقي قالوا الرفاق اصابوا، ضلينا 6، احنا 10 مع 3 التوقي، احنا 7 و3 10، وقعوا 4 ضلينا 6، وفتنا كنا. وقت الفتنه ضربنا رقم، وقعنا كنا، قطع رجلي، هذا رجلي مقطوعه، رجلي اليسار. وقت وقعنا كانت غبره دنيا ليل الساعه 11 بالليل، كنا النادي يمكن ربع ساعه ما حد جانا بنوب، ربع ساعه جانا رفيقات. رفاق انا قلت اصيح، يا رفاق شوي مقطوع رجلي، شوي لساني صاحي، اشوف قدامي ادحق على رجلي، افكره حلم، ما افكره انه صار معي هالشيء هذا، افكره انه فكره منام صراحه. وقت شوي صحيت على حالي نفسي، هم شفت نفسي انه مقطوع رجلي،
رجلي ضربني اللقم من ورا. وقت ضربنا اللقم انا صديت، وقت صديت كان قدامي رفيقي، الرفيق ضرب رجلين اثنيناتهم، هذا باران وهذا خابات وهذا العقاب وهذا الحقي، اربعه. هذا استشهدوا قدامنا. بعدين اسعفني الرفيقه وخذني، طالع اني انا تصاوبت بال 2017 10/7/2017 بسيف الدوله الجامع عمر الخطاب. احنا انضربنا في المكان هذا. بعدين انقلنا الرفيقات وخذونا اسعفونا، خذونا على الهمر. بعدين خذونا، بعد ما خذونا باول الرقه اخر الرقه كان مشفى للرفاق، اسعافات اوليه، اسعفونا ودونا. بعدين خذونا على عين عيسى، من عين عيسى جابونا على مشفى الشهيده الساريه بالحسكه. ظليت بالمشفى الشهيده الساريه بالحسكه، ظليت 16 يوم. كانت المسافه بيني وبين اهلي بعيده، حسكه وتل كوشر بعيده، اهلي ما يعرفون اني شيء خالص. وقت وصل الخبر لاهلنا كانوا يستنون الرفاق انهم يخبرونهم انه الرفيق هذا الجوان وهذا العقاب استشهدوا. الرفيق اللي كان معانا بالجروبات الثانيه ما يعرف عنا شيء، احنا انضربنا بس ما شفناهم، ما نعرف شيء. اسعفونا انه عقاب استشهد وهذا الجوان اني اسعفوني. وصلنا مشفى الشهيد الساريه، ظليت تقريبا 16 يوم. اهلي اجوني على مشفى الشهيد الساريه، وصلوا اهلي وشافوني وقاموا يبكون. ايش بيك ما فيه؟ قلت ما فيش. انا كانت مقطوعه رجلي، كان الجو تشرشف، انا مغطي. قعدت اختي عند رجلي ويمكن وجعت شوي، قلت يمكن توجعت شوي. قالت لي شوفي، قلت انا رجلي انصابت مقطوعه. وقام ابوي قال الحمد لله على سلامتك، ما كان، الحمد لله انك عايش، ما في شيء. بكره الرفاق يحطوا لك رجل وتمشي ولا كانك تدري بها، الحمد لله على سلامتك. ورجعت بعدين ظلت 16 يوم بالشهيده الساريه، وطلبت نقل على مشفى ديريك العسكري. ظليت مشفى ديريك، ظليت تقريبا 17 يوم تم العلاج به هناك. وكانوا اهلي يجوني، كان مسافتي قريبه، ظلوا يجوني اهلي زياره واهل الضيعه يجوني زياره، كل من يعرفني جاي يجي يزورني. خلص علاجي من المشفى، نقلوني على البيت، جابوني الرفاق على البيت. وصلت البيت، كانوا اهلي تلقوني، رحبوا بي بالسلاح، ضربوا فشق ورافعين راسهم ولهم الفخر انه ابنهم انه رجع طيب وسوى مواقف زينه ورافع راسهم. اول حمله هي حمله تسويديه. حمله تسويديه كان بيها اشتباكات يمكن عينك ما يشوف. كان المنطقه دي كانت مرعبه. كنا اشتباكات، هجومات، يهجمون علينا من المي، يهجمون علينا من الطبقه من المي بالزوارق، كانوا يهجمون علينا. الطيران كان يضرب معنا، وبالنهار يهجمون وبالليل يهجمون. وظلينا 11 يوم، هذا 11 يوم كله اشتباكات. كانت تجينا مفخخات، الطياره تضرب. كان الرفاق يتقدمون وبعدين هم يتقدمون علينا، بعدين ياخذون نقاطنا، بعدين ناخذ نقاطهم، بعدين احنا عاد خذينا النقاط ورجعنا. خلصت الحمله وغيروا جروبات، جو جروب بدنا قوه قلب، كانوا يتقدمون ما يخافون كثير منهم. ومن رفاقنا الكرد هم احنا وياهم بخندق واحد، والرفيقات كانوا معنا بخندق واحد، كنا نحارب وكان معنوياتهم قويه، ما كان حدا يخاف، كله من قلب حار، قلب حاقد على الارهاب. كانوا قامعين اذا يجون على المنطقه هذه يمكن يمحونا، ما يخلون اثر منه. احنا كنا نقاومهم بهالشيء هذا، وظلينا نصاددهم الا ما خلصناهم. بعد ما كنت بالبيت بعثوني على دار الجرحى هنا. تم نقلي، انه خلص نقلي من الجبهه، جابوا ارشيفي حطوه هنا لدار الجرحى، بلشوا عاد هنا يعالجوني. طلعت علاج هنا، دكاتره ما دكاتره،
كانوا يراجعوني يودوني ويجيبوني ما خلوا قصره. سويت دورة بعين عيسى بالحمرة، وسويت دورة هم بشهيد دشتي، دورة الشهيد دشتي، دورة هيثم الجادري. أنا سويت دورة بها من شهرين، جيت أنا شهرين تقريبا، ظليت شهرين هناك وإجيت. دورتين أنا سويت، دورة سياسية عن التوعية، إنه فكر تغيير مشان نهيئ نفسنا نفوت بين الشعب، مشان نوعي الشعب أو نصلح المكونات. كانوا معنا رفاقة جرحة معنوياتهم عالية. كان الأكاديمية الشهيد دشتي حيل كان دروس كويسة، كان عناية زينة. عين عيسى هم سويت دورة سياسية هم نفسها أنا بال 2018 سويت بعين عيسى، كان هم سويت مع الرفاق هناك دورة، هم سويت دورة تقريبا شهرين، وهم سويت بأكاديمية الشهيد دشتي هم شهرين، هذا 4 أشهر سويت. كنا خذينا دروس هناك كثير، مقاومة السجون تأثرنا بها. كان هم درس ثريا هم تأثرنا به. تأثرنا بالمرأة، هي المرأة هي تقريبا هي أساس المجتمع عندنا احنا المرأة إذا ما لها حق لا وجود بالحياة. قبل كان عندنا إن المرأة كانت لا شيء، مقموعة، كانت محبوسة حريتها. المرأة هسه هي أساس المجتمع المرأة. خلصنا دروس، خلصت الدورة. رجلي تقريبا ظليت سنة و7 أشهر. اجت الموادين عند الرفاق وسويت لي طرف مشيت عليه، وهذه ثاني رجل ابدلها. هاي ثاني رجل ابدلها. كانت رجل قبل عندي كنت امشي عليها، بدلتها وبعدين انشهرت بدلت رجل جديده، وهسه امشي وضع حيل زين ومستمر الحمد لله. القائد أتمنى أنه القائد أن الله يفك أسره ويرجع علينا. أريد أنه حرية، وأتمنى أنه ظل أمان وسلام.